نعمل طريقة الطماطم المخللة اللي مش هتفتح نفسِك عن الأكل بس، ده هتفتح نفسِك على الدنيا كلها، وطريقتها سهلة وبسيطة جدًا، ولازم تكون موجودة معاكِ في التلاجة. يالّا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. أول حاجة معايا أنا هاجيب معايا الطبق وهاحط فيه فصين من التوم المهروسين، وهاحتاج معايا كمان 3 ليمونات معصورين، وهاحتاج معايا حبة من ربع كوباية من الخل وقصادها كمان ربع كوباية من الزيت، وهاحتاج ملح وكمون وكزبرة ناشفة، وأقلب بقى كل ده ببعضه، وقرن فلفل كده صغير عايزة تحطيه حامي أو بارد انتِ حرة، وخرّطيه كده، وهاحتاج معايا كمان حبة من البقدونس متخرطين، ولو عندِك ورقتين من النعناع تنعنشها حطي، وقلبي بقى كل دوّة، وبعد كده تجيبي الطماطم بتاعتِك المغسولة الجامدة، ولازم تكون جامدة جدًا زي ما أنتم شايفين كده شكلها بلح وجميلة جدًا وتكون مسكّرة وحلوة أوي، وناخدها نقطّعها كده نُصّين وكل نُص نقطّعه ربع، ونقطّعها كده مكعبات زي ما أنتم شايفين، وآخدها بقى معايا في التتبيلة وحبّة كده من السكر علشان تحافظ عليها في التلاجة معايا وتفضل مقرمشة كده وحلوة، وآخدها بقى وأدخّلها معايا في البرطمان وأعينها في التلاجة، خطيرة يا جماعة وجميلة وبتفتح نفسِك عن كل حاجة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، ولو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشجعوني.